أكد المغربي محمد بولديني لاعب ليفانتي أنه يمضي أوقاتا سعيدة مع ناديه بعدما سجل هدفه الثالث هذا الموسم أمام الباسيتي بدور الدرجة الأولى الإسباني. ويحلم بولديني رفقة ناديه بالعودة سريعا إلى الليغا بعد هبوطه الموسم الماضي، علما بأنه يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 26 نقطة. وقال بولديني في تصريحات: هذه المحطة هي الأهم في مشواري على الإطلاق، أشعر أنني اخترت الفريق المثالي في الميركاتو الماضي. وأضاف: أعامل معاملة لائقة ومتميزة وأحظى بتقدير كافة مكونات الفريق، وهو ما ساعدني مؤخرا على التألق والتسجيل باستمرار. وتابع: حصلت على ركلة جزاء وسجلت في آخر مباراة لأصل إلى هدفي الثالث، وأشعر أنني قريب من تحقيق حلمي بمساعدة ليفانتي على الصعود، ثم اللعب في الليغا أمام نجوم الأندية العملاقة مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد. وواصل: عانينا بداية سيئة، سرعان ما تجاوزناها، الفريق يتطور ولن يتنازل عن الصعود، العيش في مدينة فالنسيا يريحني كثيرا، والأجواء داخل ملعبنا رائعة للغاية، لأننا نلعب أمام حضور قياسي. وأتم: لن أيأس من تمثيل منتخب بلادي، لكنني مندهش من عدم منح الاهتمام اللائق مثل ما حدث مع عناصر أخرى، أحترم قرارات المدرب وليد الركراكي، وسأدعم المغرب في المونديال، وواثق من استعادة مكانتي في صفوفه.